أسعدتم مساء. نكمل معكم اليوم حلقتنا المعتادة والتي بعنوان المعرفيون بمواجهة الخوف في كردستان. تم تقسيم المجتمع إلى فرق وتشكيلات مضادة لبعضها البعض، فالتركيبة البعثية مثلا تقوم على معاداة غير العربي في سوريا أو العراق باعتبارهم خلايا نائمة قد يستخدمها الأعداء الخارجيون متى ما أرادوا. لهذا يجب التضييق الخناق عليهم. هذا عدا خوف السلطة من الشعب بعمومه، فالسجان يخاف مسجونيه وإن كانوا في السجن، حيث يتم الاستمرار في زرع الحواجز عرقيا بين قومية وأخرى، دينيا بين مذهب وآخر، طبقيا بين شريحة مرتهنة لنظام الحكم وأخرى مناهضة لها. فالصراع ما بين إرادة التغيير والخوف منه بات وعاء يحوي قيم ومفاهيم الشرق الأوسط المتمخضة أصلا عن ذلك التنازع، وفهمنا له يعتمد على مرورنا بطبيعة علاقة الوافد الخارجي بجغرافية هذه المنطقة، واحتفائه بمظاهر الهوس بالسلطة والاستبداد لصالح البقاء. وقد تمت ممارسة الاستعمار بواسطة الخوف والقمع، إذ عبرهما ألغيت أدوار المبدع الحر، وحلت مكانه لعبة السلطة في تعليب وتشويه كل طبيعي، وحالة قائمة تحاول بناء شيء ما بمقدوره إزالة هذا الهدم المتلاحق للعلاقات الاجتماعية من خلال زرع بذور الاحتقان الذي بطبيعته يقيد حركة الأفراد والمجتمع، ويعطل من إمكانية بروز الحركة التنويرية الهادفة لإزالة الألغام السلطوية المحيطة بالعقل. فتعطيل حركة المجتمع هي إحدى وظائف السلطة القمعية لمواجهة الحقوق والتملص من الواجبات تجاه الشعب. لا يبقى الخوف رابضا لأمد طويل، إذ سرعان ما يتبعثر ويتلاشى في انتفاضة تقتلع كل رهبة، كما حدث حين هبت المدن الكردستانية في سوريا لتجديد العهد مع أرضها ودماء شهدائها وأهلها الآمنين في قامشلو. وهكذا نجد الخوف زائلا بمحض الغضب ووجود الإرادة. لهذا ظل الخيار أمام مجموع الشعب المنهك هو الصمود بوجه ذلك اليأس والإحباط نحو بعث الغضب ووجود الإرادة. لهذا ظل الخيار أمام مجموع الشعب المنهك هو الصمود بوجه ذلك اليأس والانحطاط نحو بعث يقظة الإنسان وحربه لأجل الحرية والعدالة، حيث تجاهل الشعب المنكوب حينها ذلك الهراء الزائف المسمى بالمواطنة في ظل حكومة لا تراعي لهم عهدا ولا ذمة. فكانت تلك الهبة الشعبية تعبيرا عن اتحاد الشعب الكردستاني في كل مدنه وأريافه، ومحاولة لوأد الخوف للأبد على الرغم من جبروت الطغاة وأساليب قمعهم، إلا أن إرادة الشعوب كانت بمثابة رهبة مضادة بإمكانها زعزعتهم. فالخوف يعتبر رصيد السلطوي الذي يعتمده للبقاء في الحكم وزيادة الربح والنفوذ، وهو بالتالي خبز المجتمعات المتدينة والمحتقنة سياسيا. فالأنظمة الاستبدادية تعتاش على مبدأ الخوف كأسلوب ضامن لهيمنتها، كما أن رجال الدين المتواطئين تاريخيا مع السلطة أسسوا منظومة الخوف انطلاقا من مبدأ الوعيد بالجحيم كنتيجة عن عصيان الله والتعاليم الواردة في النصوص المقدسة. ذلك أنتج نوعا من التلاقح الخبيث بين الدين والسلطة كمركب فعال للقضاء على منابع الثورة الذهنية القائمة على تطوير الجدل الفكري. ذلك أنتج نوعا من التلاقح الخبيث بين الدين والسلطة. وقد تم منع الجدل في السياسة والدين والجنس، كما تم تحويلهما كأفيون يتم تعاطيه
خلف الكواليس. تم تحويل الثالوث إلى أفيون يتم تعاطيه خلف الكواليس لإشغال الشباب به وتنويمهم من خلاله أطول أمد، وبث البطالة والمنهاج الدراسي الخالي من التعليم الجوهري سوى من التجهيل، وإشغال الشباب الجامعي على التفكير بالتخرج والتوظيف، إذ يمثلان أقصى طموحات الشباب في ظل عزلة اقتصادية خانقة وفساد مدقع وشامل، وتحلل يتم ممارسته وراء الكواليس، وتمجيد للمادة التي تتيح للمرء تلك الحياة القائمة على التكاسل والنهب. كل ذلك قاد إلى نتيجة واحدة، وهو التدهور الأخلاقي والتردي النفسي الذاتي وسحق منافع الناس، حيث تعمل الأنظمة الاستبدادية على زرع الشك والالتباس بين فئات المجتمع وشرائحه لتنعدم الثقة بين الناس، وتصبح الفوضى هي القالب الجامع لكل التناقضات العنفية التي من شأنها أن تقوض أركان المؤسسات كافة. إن هذا الصراع الشرس ما بين أنصار التغيير المعرفي والعنف السلطوي قديم قدم التاريخ، قدم العلاقة المشوهة ما بين الحاكم والجماهير، بين رجل الدين والجماهير، بين الأب وأبنائه. لهذا يطرح على الدوام تساؤلات وإشكالات شتى، فالعقال كرمز للوجاهة العربية بات رمز للعبودية والحاكمية العرقية التي تم ترسيخها في حياة اعتمدت على القسر والإجبار. لهذا يتم الانسلاخ في لحظة الغضب عن كل ما يتم ترسيخه في حياة اعتمدت على القسر والإجبار. فهذه الانتفاضة لوحت بمراحل قادمة يسودها رأي الشعب وكلمته فوق نظام القسر والاعتباط، ليتم الوضع حد لهذا العبث الذي أودى بالأرواح البريئة وجعل المجتمع متفسخا يسكنه شرخ يزداد وهوة عميقة. لهذا نجد أن السلطة القامعة مستفيدة أيضا من ابتعاد الناس عن الوعي التنويري والفلسفة من خلال تدويلها لما تريده من أفكار وخرافات عبر أجهزة إعلامها، وكذلك من خلال المنهاج الديني، ناهيك عن بث أفكار القومية الواحدة وترسيخ الاندماج القسري. لهذا جرى تداول هذا الصراع بين الأعراق، العرق الأقوى المتسلح بلغة الدين، وإليه تعود السلطة والهيمنة على ثقافات وحضارات حمت خصوصيتها وصارعت أمام محاولات الطمس والإبادة الثقافية، حيث مثل البعث بإيديولوجيته السوداء الإبادة الثقافية خير تمثيل وما مراميها لتعريب المناطق الكردستانية الواقعة في شمال سوريا إلا تعبير عن العنف الثقافي وتغييب الهوية لشعوب المنطقة، بغية ترسيخ الإقصاء واللا استقرار لكافة المكونات بما فيها تلك القومية الحاكمة التي يعاني شعبها في ذاك الوقت من طغيان وفساد تلك السلطة التي لم تدخر وسيلة إلا واستخدمتها ضد منافعها وأمنها وحريتها، حيث اعتقدت أنها من خلال نظرية المؤامرة والعدو الخارجي قد تستطيع إعطاء التبرير لبقائها أمينة على أحلام قومية واهنة تدور في أروقة الوهم والخداع الواضح للجماهير، بغية إبعادها عن طبيعة الحاضر وسعي الأمم للديمقراطية والتغيير الجوهري للسلطة ونظام الحكم، حيث أن تلهية أذهانها نحو ما يسمى محاربة العدو الخارجي جعلها ترضخ للعبث والانتهاكات التي تتم ضدها، وجعلت المنطقة برمتها تعج بالصراعات الظاهرة والكامنة، وهكذا يمكن القول أنها نجحت في تهيئة الفوضى إلى أمد بعيد. إن ثقافة الإقصاء هو نتاج الأخطاء السلطوية، وجعل المجتمعات في حالة صراع شاملة لا تنتهي، معتقدة أنها بذلك تحمي أماكن تواجدها وتحكمها بالموارد، حيث يتم ربط كل فوضى بالأجندات الخارجية لشرعنة بقائها،
حيث اعتمدت الثقافة الواحدة بالقوة على صهر المكونات الأخرى في بوتقتها، كحاجة سلطوية تدعمها إيديولوجية تاريخية من الغطرسة والعنف، لتحول دون الإبداع والتآلف الاجتماعي الحضاري، ولتدفع البشرية برمتها أثمان فساد السلطة وانحرافها. كل ذلك جعل الحياة تدور في فلك الضياع والتفسخ الروحي والفكري، وأعطى للارتهان الفسحة الرحبة لإسقاط كل فكر حر أو نهضة واعدة، حيث أن أدوات فرض الثقافة والتقاليد نابعة من الدين في كيفية جعل الناس تتأثر به عبر الترغيب والترهيب على حد سواء، فهي طريقة مثلى لطمس معالم الألوان الاجتماعية وإلباسها لونا واحدا. ثقافة واحدة، لغة واحدة، ومن ثم أرضا جغرافية يسودها نظام حكم واحد استمد سطوته من هيمنة الدين الإسلامي، والطريقة التي اعتمدها دعاة نشره في غزو كل البقاع الأخرى وفرضها قسرا على شعوب وثقافات بغية صهرها وتذويبها في بوتقة اللغة العربية. فالبديل المطروح كما في هذه التساؤلات المشرعة والمفتوحة هو تقديم البديل المتجسد في التمسك بالجذور والثقافة واللغة منعا من انقراضها وزوالها، حيث زوال هذه الهجمة الثقافية السياسية هو بمثابة بداية للتعايش بين الشعوب بانتفاء مسمى الأقلية والأكثرية لحياة أكثر تنوعا وانسجاما. ولعل الغزو الثقافي ضد الهويات والثقافات الأخرى جعلت الفوضى لسان حالها، وكذلك فاقت المركزيات الدينية الأوروبية وكذلك فاقت المركزيات الدينية والعرقية غطرسة وجورا على فئات ذاقت مرارة الصراع الذي ركز على إخراج شخصية دونية تتمتع بخصائص الكراهية لسيادة وسلطة الأقوى الممارس جوره تحت يافطة المقدس الإيديولوجي أو الديني، حيث مارس الأوروبيون على الأفارقة تلك النظرة الإقصائية لطمس معالم الحضارات الإنسانية لشعوب أفريقيا، كما مارس العرب عبر الدين الإسلامي ذلك بحجة عالمية الدين، مضيفين على اللغة العربية بعدا دينيا مقدسا، كما فعل الاتحاد السوفيتي في محاولته فرض اللغة الروسية على بقية الشعوب التي هيمنت عليها. لهذا باتت اللغات المنتشرة بالقتل والاستعمار وصهر الشعوب أكثر تداولا محل تلك اللغات الأصلية التي هجرتها شعوبها. فما الاعتقال والتعذيب والتنكيل بالجماهير إلا شكل متمم للإبادة الثقافية، إذ يعمل القمع السياسي جنبا إلى جنب مع آليات الصهر والتذويب والتي رسخت فيما بعد لمعارك الصراع الأهلي. وقد كان الدين مطية تاريخية رئيسة على أساسه تتم ممارسة الإذابة في البوتقة العرقية الحاكمة، كما جدلية الإسلام والعروبة، فمن خلالها استطاعت الدكتاتوريات القومية محاربة الشعوب الأصلية داخل أراضيها، ولعل ذلك تشعب فيما بعد ليتم تتويجه بفكر القاعدة والإخوان المسلمين الذي استقى آليات حربه من التاريخ والغزوات الإسلامية، حيث حاول الإنجليز والفرنسيين والروس والأتراك العثمانيين والإيرانيين والمغول تقليد تلك التجارب في توسيع رقعة نفوذهم وهيمنتهم، تارة بشعائر دينية أو شيوعية أو مسيحية لشرعنة الأطماع وتبريرها بمسميات أخلاقية مثالية. لهذا نجد أن الحروب السلطوية راحت تنسف كل القواسم المشتركة بين الشعوب، وأخذت تقوض وتهدم كل ركن حضاري تحقق على يد الإنسان المعرفي منذ القدم، مما يذكرنا بما قاله إسحاق نيوتن: نحن نبني الكثير من الجدران ولكن لا نبني ما يكفي من جسور. فهذا التدمير الممنهج لأواصر التعايش والتآلف بين الشعوب جعل الخوف الإله الحاكم على الأرض والمتجسد في شخص القادة والتماثيل التي تنصب لهم في كل ركن. إلى هنا نتوقف، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة. دمتم بخير.